تراجع أحمد سيد زيزو عن الانضمام للنادي الأهلي بعد الإعلان توقيع أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي والضجة الكبيرة اللي حصلت. أحمد سيد زيزو يتراجع عن انضمامه للنادي الأهلي، والكلام ده يقولوا مين؟ مش بيعلنوا أي حد، مش جماهير ولا إعلاميين، لا الكلام ده اتكلم فيه حد مسؤول داخل نادي الزمالك. مين المسؤول ده؟ مدير المركز الإعلامي داخل نادي الزمالك يصرح إن أحمد سيد زيزو يا جماعة خلاص تراجع عن انضمامه للنادي الأهلي حتى بعد توقيع العقود، وإن من الأساس أحمد سيد زيزو ما كانش عايز يسيب نادي الزمالك، ولكن الموضوع تقدر تقول والده هو اللي عايز الأمر ده، فأحمد سيد زيزو كبر والده يعني من البداية وما حبش ان هو يحرج والده اللي اتفق مع مسؤولي نادي الاهلي بانضمام ابنه لصفوف الفريق. الكلام ده قاله مين يا صديقي العزيز؟ زي ما بقول لك قاله مدير المركز الاعلامي داخل نادي الزمالك. طب ايه حقيقة الكلام ده؟ الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بصراحة الكلام ده لو حقيقي عايز اقول لك ان نادي الاهلي المفروض يقفل ابوابه، وكل سنة وانت طيب، وتبقى ضربة الموسم بالنسبة لنادي الاهلي اقوى من الضربه اللي وجهها النادي الاهلي لنادي الزمالك، تعاقد مع افضل لاعبي نادي الزمالك طبعا على الاطلاق بلا اي شك احمد سيد زيزو. ولكن الواقع بيقول ان كل الكلام ده تقدر تقول كلام عبيط، كلام في الهوا، كلام ملهوش اي لازمه. ومن الغريب انه يخرج من مسؤول، يعني من الغريب ان الكلام ده يطلع من مسؤول. الناس من داخل النادي الاهلي، المسؤولين من داخل النادي الاهلي والناس المقربه من احمد سيد زيزو نافت الخبر ده تماما بالمناسبه. يعني سيبك من ان الكلام ده طالع من مسؤول داخل نادي الزمالك، وده عليه علامات استفهام كتيره جدا، ان ازاي مسؤول يطلع يتكلم بالطريقه دي. الكلام ده يا صديقي العزيز بقول لك مش من اعلامي، مسؤول داخل النادي. فلما يبقى المسؤولين داخل النادي بالعقليه دي وبالمستوى ده، فانت مستني ايه؟ احمد سيد زيزو وقع تماما وانتهى الامر بالنسبه للنادي الاهلي. احمد سيد زيزو وقع على عقود انضمامه للنادي الاهلي وبشروط جزائيه ضخمه، لان النادي الاهلي عارف ان الموضوع مش سهل. تعاقده مع نجم نادي الزمالك الموضوع مش سهل، فبالتالي وارد ان اي حاجه تروح وتيجي. فبالتالي النادي الاهلي في العقود بتاعه احمد سيد زيزو كان في شروط جزائيه ضخمه. من الصعب على احمد سيد زيزو، ومع احترامي، من الصعب على مسؤولي نادي الزمالك ان هم يدفعوا الشروط الجزائيه دي علشان يرجعوا اللاعب. يعني من الاساس اللي خلى مسؤول نادي الزمالك ما عرفوش ان هم يجددوا مع اللاعب، هيجيبوه بعد ما مضى عقد ضخم مع النادي الاهلي ويدفعوا شروط جزائيه، وبعدين ياخدوه وبعدين يعملوا له عقد جديد، والعقد الجديد ده برقم ضخم اخر. بلا اي شك الكلام ده مش منطقي، والكلام ده من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان هو يحدث داخل نادي الزمالك. ولكن علامه استفهام، يعني زي ما حصل قبل كده من ميدو اللي طلع اتكلم اي كلام في اي كلام، وقال لك احنا معانا يعني شيكات مفتوحه ومبالغ ماليه مفتوحه ان احنا نقدر نتعاقد يا جماعه مع اي حد واي نجم داخل النادي الاهلي. لكن الموضوع بالنسبه لنا ان احنا مركزين في الكوره وبنستهدف بس الصفقات اللي احنا محتاجينها. يعني عايز تقنعني ان النجوم الموجوده في النادي الاهلي مش صفقات حضرتك محتاجها في مراكز معينه حضرتك محتاج انك تعمل فيها تدعيم؟ بلا اي شك لا. وبعدين من باب اولى يعني الناس بس تركز، بيقول لك احنا معانا مبالغ ماليه مفتوحه ان احنا نتعاقد مع اي لاعب من النادي الاهلي. طب من باب اولى كنت نجحت انك تحافظ على اللاعب اللي عندك اللي هو احمد سيد زيزو، اللي ما عرفتش انك تجدد تعاقده معاك بسبب المبالغ الماليه. يعني بسبب المبالغ الماليه ما نجحتش انك تحافظ على احمد سيد زيزو، فبالتالي تقول لي معايا مبالغ ماليه ضخمه علشان اتعاقد مع لاعبين جدد من النادي الاهلي؟ بلا اي شك برضو اي كلام في اي كلام. والقول الواحد والقول الفصل، احمد سيد زيزو لاعبا داخل النادي الاهلي، وما هو الا مساله وقت وتشوف احمد سيد زيزو بتيشرت النادي الاهلي وبيشارك مع النادي الاهلي في المباريات. لكن التصريحات اللي بتخرج من بعض الزملكاويه او بعض المسؤولين في الزمالك واضح ان هي يعني للاستهلاك، واضح ان هي بيحاولوا يصبروا الجماهير، لان الموضوع بلا اي شك لا احد ينكر ان الموضوع كان صعب على نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك. متى يا صديقي العزيز، نتمنى التوفيق للجميع. لايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.